تعال اقول لك ازاي بنستخدم الاي اي ان هو يعمل لنا السوفت وير بتاعنا من غير ما نكتب سطر كود واحد. خلينا متفقين ان كتابه الاكواد دي اسهل حاجه، والاي اي بالنسبه له ان هو يكتب كود ده هو تمام قوي، ما عندوش مشكله في الموضوع. الفكره نفسها في فكرتك انت ازاي توصل له المعلومه صح، مش برومبتس وخلاص ولا اي حاجه من دي. الموضوع بكل بساطه انت فاهم البيزنس نيد ولا لا، وفاهم السوفت وير ده ايه الانبوت بتاعه والاوتبوت بتاعه، ومن الاخر انت عندك رؤيه واضحه للسوفت وير في الاخر ده هيكون عامل ازاي. السوفت وير ده ممكن يكون موبايل، ويب، سيستم، اي حاجه في الدنيا. لو هنتكلم على الابلكيشن، فالابلكيشن قبل ما نبدا نكلم الاي اي او نعمل اي حاجه بتقعد مع نفسك وتكتب كل الريكويرمنتس بتاعتك، تقعد تعمل تشارتس وبتفهم الدنيا كلها، قسم بقى كل حاجه الفيتشرز. والموضوع ده بياخد وقت على فكره. الموضوع ده لو اخد وقت صح وافورت صح، صدقني السوفت وير بتاعك هيطلع ممتاز، ومش هتحرق كتير بقى مع الاي اي. بعد ما تخلص هتروح لاي شات كاكلود او شات جي بي تي او اي حاجه، اقعد اتكلم معاه على كل الفيتشر، وايه احسن حاجه تستخدموها، وايه احسن حاجه هتوفر فلوس ووقت، من حيث بقى السيرفرات والتكنولوجي وكل حاجه. حرفيا انا عايزك تحرق معاه على قد ما تقدر. في الاخر هو هيطلع لك بلان واضحه بكل فيسز. قعدت ساعه او يوم، الموضوع ده مهم قوي، لان ده اللي هيوفر وقت بعدين بقى، والتوكنز بعدين هتبدا بقى تروح على اي اي ايجنت. والحته دي احنا محتاجين نستثمر فيها قوي. هنروح نشوف اي اي ايجنت يكون قوي، ما تروحش تجيب حاجه من تحت بير السلم. هنختار مثلا كلود، وهتروح حاطط الريدمي فايل في الابلكيشن. هنا بقى نستخدم تول ممتازه جدا اسمها سبيك كات. التول دي انا هتكلم عليها بشكل تفصيلي الفتره الجايه. بكل بساطه دي سكيلز هتوديها لكلود كود او اي ايجنت، وبتقسم لك كل حاجه سبيكس، كل حاجه بقى بالاناليسيس بتاعتها، بالبلان بتاعتها، بالتاسكس بتاعتها. والاي اي بقى ما يهلوس بقى، لان هو فاهم هو يعمل ايه، متقسم كل حاجه بالظبط، كل حاجه سبيكس. وتبدا بقى في الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن دي اسهل حاجه، والامبلمنتيشن تقدر انك تستخدم فيها اي موديل ضعيف عادي، بس يكون بيعرف يكتب كود كويس. لان بالظبط هو بالنسبه له هو شايف المشروع، عارف المشروع كله بيتكلم عن ايه، وكل حاجه موجوده قدامه. بعد ما بتخلص هتروح برضو على الموديل القوي اللي انت كنت شغال بيه، هتقول له راجع لي اللي الموديل الضعيف عمله. ممكن يطلع لك شويه مشاكل وممكن ما يطلعش، لان انت اصلا مديله كل حاجه، فاحتماليه ان هو يطلع مشكله بتكون قليله. افرض طلع مشاكل، يا تقول له فيكس انت، يا هات لي برومبس او اديها للموديل التاني هو اللي يحلها. ده موضوع باختصار قوي قوي قوي، انا هتكلم عن كل حاجه بالتفصيل الفتره الجايه.